عارفين الواحد كل ما بيكبر بيكتشف ان هو ما تعلمش اي حاجة خالص، او بيكتشف ان المعلومات اللي هو عارفها دي قليلة قوي قوي قوي، وبنبقى فاكرين نفسنا فاهمين كل حاجة وعارفين كل حاجة، بس فجأة بتقوم الدنيا مديانا قلم يفوقنا ويقول لنا لأ، انتوا لسه ما تعلمتوش حاجة. الكلام ده اتقال على لسان ست عندها فوق 80 سنة، واحدة هنا بنترجم مقالتها. هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا. معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا، القناة اللي بنتكلم فيها عن الأنوثة والجمال والتخطيط والتنظيم وملخصات الكتب وحاجات تانية كتير. فلو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بتقول لنا ان الحياة بتعلمنا بوجع وبغلطاتنا، او حتى بالوقت اللي احنا بنقضيه واحنا مستنيين حاجة تحصل. والنهاردة هي جاية تحكي لنا عن 3 دروس اتعلمتهم لما الدنيا جت عليها وبهدلتها، واكتشفت ان الألم اللي الدنيا اديتهولها ده هو اللي خلاها احسن. هو ده الدرس اللي هي استفادت منه. اول حاجة، الوجع مش عدوك، دي رسالة من الدنيا. احنا بالنسبة لنا هنقول دي رسالة من ربنا، بس هي عشان مش مؤمنة بربنا فهي بتقولك ان دي رسالة من الدنيا. اول حاجة اتعلمتها ان التحديات الصعبة بتبقى متنكرة في صورة وجع، بس هي في الحقيقة فرصة عشان نكبر، فرصة عشان نبقى احسن، فرصة عشان نبقى اقوى. زي ما الست دي حكت انها وقعت واتكسرت وعملت عملية وجوزها مات وحصل لها لحظات وحاجات كتيرة قوي في حياتها، بس بدل ما تقول ليه حصل فيا كده، جربت تسأل نفسها هو ايه اللي المفروض اتعلمه في اللحظة دي، ايه اللي المفروض اتعلمه في الوجع ده. النقلة الصغيرة دي في طريقة التفكير بتحول الوجع لحكمة، القلق لصبر. مفيش حد فينا بيكبر وهو مرتاح دايما، احنا بنكبر لما بنخبط في الحيطة ونرجع تاني زي الكرة الصغيرة. ده الدرس اللي احنا بنتعلمه. بتقول لنا كمان ان احنا تحت الانشاء لحد ما نموت. يعني ايه تحت الانشاء؟ يعني بنتعلم كل يوم، مهم جدا مهما كان عمرنا، طول ما فينا النفس احنا لسه بنتعلم. مفيش حد كبير على العلم، مفيش حد بيجيله لحظة يقول خلاص انا مش هتعلم، انا مفيش حاجة تانية ممكن اتعلمها. لا، احنا ممكن نتغير، ممكن نتعلم، ممكن نغير مكاننا ونغير طريقة تفكيرنا. ده مش عيب. العيب الحقيقي انك تكون فاكر نفسك انك عارف كل حاجة. العيب الحقيقي انك تكون فاكر نفسك انك نابغة وانك مش محتاج حاجة. بتقول كمان ان الحياة علمتها اننا مسيطرين بس على فتافيت من يومنا، لكن الباقي بتاع ربنا. فخليك دايما فاتح قلبك، خليك فضولي، خليك مستعد انك تتغير للأحسن مهما كان سنك، مهما كان وضعك. خلي عندك فرصة وعقل يفكر دايما ان هو يتعلم ويغير في نفسه ويحسن من قيمة نفسه. وعلمتها كمان ان التواضع هو قمة الإنسانية وقمة الرقي. تالت حاجة هو الامتنان لليوم العادي، ان هي تشكر ربنا على اليوم العادي اللي بيعدي بسلام. احنا بنجري ورا احلام كبيرة جدا وبننسى نشكر ربنا اننا قمنا من السرير على رجلينا، حضرنا اكلنا بنفسنا، قادرين نفتح الشباك ونشوف الشارع اللي حوالينا، قادرين نسمع وقادرين نتكلم. الست بتقول ان هي كانت طايرة من الفرحة بس عشان قدرت تمشي من غير عكاز بعد العملية اللي هي عملتها. فبص حواليك، بص حواليك وشوف كل حاجة حلوة، كوباية الشاي، كتاب حلو، الشمس طالعة، ريحة الهوا، او حتى وانت قاعد بتسمع دلوقتي. فالامتنان للحاجات البسيطة دي هو اللي هيخلينا متصالحين مع نفسنا، هو اللي هيهدي الغرور او الايجو بتاعنا، هو اللي هيعرفنا قيمة التواضع والذلة للي خلقنا. طبعا هي ما قالتش كده، انا اللي بقول لكم. في الاخر الحياة مش سباق، هي مشوار بنمشي فيه، هي رحلة كل يوم بنتعلم فيها حاجة جديدة. فاستمتع بالرحلة واقبل اللي بيحصل لك واشكر ربنا على السراء والضراء، واعرف انك مهما كنت لوحدك فانت دايما محاط بفضل وكرم ربنا عليك.
ودي كانت رسالة النهاردة، رسالة صغيرة من ست عندها فوق ال80 سنة. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. يا سكر الدنيا، سلام.